النهاردة هتبقى الحلقة التانية في الحلقات اللي أنا بعملها عن أشهر المستثمرين أو رجال الأعمال على مر التاريخ. والنهاردة حابب أتكلم على واحد من أشهرهم على الإطلاق في العالم كله، ألا وهو مستر وارن بافيت الشهير بساحر أوماها. طيب هو ليه ساحر أوماها؟ عشان هو اتولد في مدينة أوماها في ولاية نبراسكا في أمريكا سنة 1930. فهو النهاردة ربنا يديله الصحة عنده 95 سنة، ومع ذلك الراجل ذهنه حاضر وبيعرف يحلل الشركات ماليا، وبيعرف يختار كمان الشركات. هو مؤخرا تنازل عن إدارة شركة بيركشير هاثاواي اللي هي أكبر شركات الاستثمار في العالم، واللي هو كان صاحبها، وحاليا تفرغ بقى للريتايرمنت. قرر أخيرا إن هو يطلع معاش وهو عنده 95 سنة. طيب قصة وارن بافيت إيه؟ اللي هو يعتبر من أغنى أغنياء العالم أو واحد من أغنى 10 أشخاص في العالم. ان هو اتولد في بيئة متوسطة الى فقيرة، وبس ولعه او حبه للاسهم من وهو طفل صغير خلته يبتدي يخش ويشتري اول سهم ليه وهو عنده 11 سنة. وبعد كده كان محظوظ تاني لما دخل الجامعة، كان مهتم جدا بتعليمه واهله كانوا مهتمين جدا بتعليمه. ودي برضو نقطة من النقط اللي انا دايما بتكلم عليها في الحلقات اللي زي دي. يا جماعة التعليم مهم جدا جدا جدا. دخل أعرق أو واحدة من أعرق مدارس البيزنس في العالم في هذا الوقت وفي أمريكا، اللي هي مدرسة كولومبيا بيزنس سكول. هناك اتعرف، وده مش حظ، ده بتبقى يعني برضو فيها مجهود وفيها معطيات وفيها الأخذ بالأسباب زي ما احنا بنقول عندنا في الدين. لازم تاخد بالأسباب. قابل أشهر كاتب في الاقتصاد في هذا الوقت، وكتابه لغاية النهاردة يعتبر من أشهر كتب الاستثمار إلى يومنا هذا، بنجامين جراهام، اللي هو مؤلف المستثمر الذكي، ده انتليجنت انفستور، اللي هو الكتاب ده لغايه دلوقتي يعتبر مرجع للاستثمار في العالم. ومن هناك اشتغل تحت التدريب معاه، واشتغل معاه شويه واتعلم. كان محظوظ ان هو يمسك فيه، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا. ان انت في وقت من الاوقات لو لقيت حد شاطر او منتور تتعلم منه الحياه، تتعلم منه حاجات كتيره قوي في الكارير وفي البيزنس، لازم تلزق فيه وتتعلم منه على قد ما تقدر. ودي يعني نصيحة بنصحها لأي حد. لو لقيت مدير شاطر أو صاحب بيزنس شاطر أنت قريب منه وبتتعلم منه، ده بملايين الملايين حتى لو بيديك مرتب قليل. طيب رجوعا لوارن بافيت. وارن بافيت فضل شغال معاه لغاية ما جات له فرصة إن هو يستحوذ على شركة بيركشير هاثاواي، اللي هي كانت أصلا شركة تكستايلز أو شركة منسوجات. ومن هناك حولها إلى واحدة من كبرى شركات الاستثمار في العالم. هو عنده نظريه بسيطه قوي، بيقول لك باي اند هولد. هو لونج تيرم انفستور، يعني هو ممكن يشتري السهم النهارده ويحتفظ بيه لمده 20 30 سنه لقدام. خلاص. من اشهر المجالات اللي هو استثمر فيها كان القطاع الغذائي. كان من المستثمرين طبعا وما زال من المستثمرين، من اكبر المستثمرين كوكاكولا، شركه كوكاكولا العالميه. كان طبعا من اكبر المساهمين برضو في بنك اوف امريكا. وكان عنده شركه تامين من اكبر شركات التامين اللي موجوده في امريكا، شركه جيكو. وقطاعات كتيرة. يعني هو من الناس اللي هو متحفظ جدا في استثماراته. دايما نظريته يقول لك اشتري سهم الشركة اللي انت واثق ان الشركة دي مضمونة ماليا وعندها براند قوي. براند قوي يعني هي مسيطرة في الفئة او في السيكتور اللي هي بتشتغل فيه، واحتفظ بالسهم ده مدد طويلة. هو مش من النوع اللي هو بيبيع ويشتري كتير زي المدرسة اللي منتشرة اليومين دول. هو من مدرسة الباي اند هولد. فرجوعا لوارن بافيت، وارن بافيت النهارده عامل في المتوسط من سنه 65 لغايه السنه اللي فاتت، عامل متوسط سنوي 19% عائد على الاستثمار. فالنهارده بيقول لك لو كنت حطيت فلوسك، حطيت $1000 سنه 65، النهارده كان هيبقوا 30 مليون دولار مركبين. طبعا احنا مش يعني 10 19% مركبه. طيب من ضمن الحاجات بقى الاساسيه اللي انا بحبها قوي في وارن بافيت، ودي دايما عكس التيار وعكس الناس في مصر وعكس الناس اللي في العالم، عمره ما كان بيستثمر في الذهب. دايما بيقول لك الذهب ده ولا بياكل ولا بيشرب وما بيدورش. فانا ما بحبوش. انا احب الحاجه اللي بتخش في الصناعه او بتدور. فهو طول عمره ضد فكره الذهب. انا مش بقول ان الذهب غلط، انا بحكي لكم على وارن بافيت بيعمل ايه. الحاجه التانيه، هو طول عمره ضد العقارات برضو، او مش من المستثمرين في العقارات. هو حتى بيقول لك انا اشتريت بيتي من سنه 65
هو نفس البيت اللي قاعد فيه لغايه النهارده، بيت ثمنه لما اشتراه كان $30,000. وهو دايما برضو من الناس اللي بتقول لك ايه، ان البيت او السكن ده liability. يعني ايه liability؟ يعني ده مش asset، ده مش اصل. البيت اللي انت عايش فيه ما بيبقاش اصل، البيت اللي انت عايش فيه ده بيبقى مصاريف، بيبقى liability. اللي بيفهم في الاقتصاد يعرف الفرق ما بين اللايبيليتي والايكويتي او الاسيت. فهو بالنسبه له المنزل اللي هو عايش فيه ده liability، ما هواش investment او ما هواش asset. هو طول عمره بيقول انا هستثمر في حاجه بتدر ارباح وبتشتغل، شركه فيها اوبريشن. العقار الوحيد اللي بيشجع عليه وارن بافيت في الاستثمار هو العقار الزراعي، اللي هو الاراضي الزراعيه. ليه؟ برضو من وجهه نظري بيقول لك عشان الاراضي الزراعيه دي منتجه، يعني بتطلع فيها محصول او بتزرع فيها منتج، والمنتج ده تقدر بعد كده تبيعه، فهي برضو فيها سايكل. طيب، رجوعا بقى لاستثماراته في البورصه، هو عنده نظريه يقول لك الصبر. الصبر هو اللي هيجيب لك الارباح، لو ما صبرتش هتخسر. وهو دايما بيقول لك كده، كوت من اشهر الكوتس او من اشهر الاقاويل اللي هو قالها، ان البورصه دي هي عباره عن انتقال الفلوس او المال من اللي ما بيصبرش للي بيصبر. هي دي بمنتهى البساطه البورصه في العالم كله، مش بس في امريكا. هي عباره عن لعبه صبر، وهي الفلوس بتنتقل من اللي ما بيصبرش للي بيصبر. من ضمن برضو الاقاويل التانية، قال لك لو لقيت الناس كلها بتجري في ناحيه مع الموجه، او بتجري على موضه معينه او هايب معينه، سهم او سيكتور معين، اوعى تمشي وراه. وهو كان من ضمن الناس اللي ما استثمرتش في في البابل بتاعه اللي هي اللي بيسموها الدوت كوم بابل بتاعه اوائل الالفينات. هو دايما بيروح يقول لك بشتري في الاسهم البورنج الممله. ليه؟ عشان دي الايرننجز بتاعتها او الارباح بتاعتها والمداخيل بتاعتها معروفه بالنسبه لي، فاقدر ابني احتمالات للمستقبل هتبقى عامله ازاي. ومن ضمن استثماراته الاوليه اللي كان بيستثمر فيها، والناس مش هتصدق، ان هو كان بيستثمر في شركات نقل قطر، اللي هي الريلويز في امريكا. ليه؟ بيقول لك ان الاستثمار في الشركات اللي زي دي مضمون، عشان مفيش منافس هينزل لك في القطاع ده. عشان المنافس اللي هينزل ده لازم يقعد يستثمر في ان هو يبني قضبان وانفراستراكشر والخ الخ الخ الخ، فانت اضمن ان انت مش حدش هيخش لك. فكان من ضمن المستثمرين الاوائل في القطاع ده. وزي ما قلنا كان من ضمن المستثمرين في البنوك، ومؤخرا دخل ابل، ومن ضمن كان من اكبر المساهمين في ابل. و... وحاجه هو عملها فرقت معاه كتير، ان هو في عز الازمه العالميه دخل واشترى. لما الاسهم نزلت بال 30 ولا 40 وال 50%، دخل اشترى. هو دايما بيقول له، عنده مقوله بيقول لك be greedy when all people are afraid. يعني خليك طماع لما الناس كلها تبقى خايفه، وخليك خايف لما الناس تبقى كلها طماعه. يعني السوق وهو طالع اقعد على جنب اتفرج، ما تجريش معاهم. ولما الناس كلها تلاقيها بتبيع الاسهم والاسهم عماله تقع وبتتباع برخص التراب، ساعتها تخش تشتري. ولذلك السنه اللي فاتت كانت الناس كلها تقعد بتستغرب هو ليه فجاه باع معظم اسهمه او جزء كبير من اسهمه في الشركات الكبيره اللي احنا اتكلمنا عليها دي، واحتفظ بجزء مالي كبير جدا يقدر بحوالي 300 مليار دولار. ليه عمل كده؟ عشان هو كان متصور هيحصل كوريكشن في السوق الامريكي، وهو كان مستني اللحظه دي، اللحظه الفارقه دي اللي هيخش فيها يشتري باسعار بعد التصحيح. برضو من ضمن النصايح اللي كان بيتكلم دايما عليهم وارن بافيت للمستثمرين او صغار المستثمرين، ما تحوش اللي هيفضل لك من دخلك، انت تحوش الاول واللي هيفضل هو ده اللي تصرفه. دي اول نصيحه. النصيحه الثانيه، ما تحاولش تشتري الحاجات اللي تخلي الناس تغير منك. يعني ما تنزلش تشتري ساعه رولكس وعربيه مرسيدس او بورشه او فيراري وتروح تسكن في بيت غالي جدا. بيقول لك ابعد عن الحاجات اللي تخلي الناس تغير منك. فدي كانت نصيحته الثانيه من ضمن اشهر النصائح. فده ملخص قصه وارن بافيت. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ولو عندكم مقترحات لشخصيات او ناس من التاريخ الاستثمار سواء كان في مصر او في العالم عايزين اتكلم عليهم، يا ريت تقولوا لي. بس انا حبيت ان انا بس اذكر النهارده وارن بافيت على اساس ان هو من ضمن الناس اللي كانت ضد العقار ومش من المتحمسين قوي للذهب. فده رايه طبعا، مش رايي. ويا ريت نلايك ونشير ونسبسكرايب لو لسه مش سبسكرايب.